مشوار الاسماعيلي في كاس انديه افريقيا 73. طبعا الاسماعيلي احنا عارفين ان هو حقق يعني اعجاز. اولا فاز بالدوري 67. تاني حاجه لما حصل حرب 67 والكره توقفت، الاسماعيلي طبعا ومدن القناه زي ما قلنا، الاسماعيلي والمصري والسويس انديه القناه كانوا مهجرين وكانوا بيلعبوا ماتشاتهم في القاهره. فالاسماعيلي نجح ان هو يفوز بكاس أندية أفريقيا 69، والنهائي كان سنة 70 زي ما قلنا. ده إعجاز، يعني ده في حد ذاته إعجاز. الإسماعيلي بعد كده الكرة متوقفة، فما فيش بطل دوري تاني، هو الإسماعيلي ما زال حامل اللقب. فالإسماعيلي شارك في أفريقيا 70 و71 و72، وخرج من الثلاث بطولات. اتنين خرج على ايد كوتوكو الغاني، واحد خرج اي ثينك على ايد اهلي طرابلس حسب الاحصائيات المكتوبه. انا طبعا الكلام ده كان قبل ما اتفرج على كوره. اللي اتفرجت عليه بقى مشوار الاسماعيلي في كاس انديه افريقيا 73. اول مباراه للاسماعيلي كانت مع هورسد الصومالي، كانت تقريبا في فبراير او مارس برضو 73، فكان في بدايات مشاهدتي للكوره. وجاء لعب هنا مباراة في استاد القاهرة مع هورسد الصومالي. دي انا شفتها في التلفزيون، يعني الماتش ده انا شفته في التلفزيون. الاسماعيلي كسب 4-0، عمل مباراة رائعة. علي ابو جريشة حط هدف من ضربة رأس من الوضع طائرا، حكاية. يعني عايز اقول يعني نموذج يعني ازاي تحط هدف من ضربة رأس من الوضع طائرا. حكاية تابلو فني يعني. اعتقد سيد عبد الرازق حط جونين، وعلي ابو جريشة جون، واسماعيل حفني جون، وكان ماتش رائع بصراحة. يعني ده من اوائل الماتشات اللي اتفرجت عليها برضو. ابتديت اتعلق بالاسماعيلي شوية، لان طبعا القصص بقى اللي كانت بتتحكي لي، ووالدي الله يرحمه كان يعني بيحكي لي برضو حاجات كتيرة عن النادي الاسماعيلي والصعوبات اللي واجهها في السنين اللي فاتت، وماتشات الودية اللي كان بيجمع عليها فلوس للمجهود الحربي ايام الحرب وكده. لا يعني النادي الاسماعيلي بصراحة تاريخه مشرف جدا. وفي الفترة دي انا تعلقت جدا بالنادي الاسماعيلي. فماتش هورسد الصومالي ده 4-0 كان برضو يعني حكاية. وابتديت اعرف بقى فريق الاسماعيلي، ابتديت اعرف بقى حسن مختار حارس مرمى، وابتديت اعرف بقى علي ابو جريشة الله يرحمه، حسن درويش، ابو امين، طبعا اسماعيل حفني، سيد عبد الرازق، اسامه خليل، امين دابو. ابتديت اتعرف بقى على فرقه الاسماعيلي سنه 73.